الفريق الايفواري، عشان كمان حتى نعمل حساب يا جماعه المباريات اللي بنلعبها خارج ملعبنا. يعني انت اهم حاجه يعني في قواعد دوري المجموعات ديت ان انت ما تخسرش ولا تتعادل على ملعبك، ان انت ما تخسرش ولا تتعادل على ملعبك. لكن لما مثلا تتعادل مثلا مع استاد ابيجان في كوت ديفوار او في ساحل العاج، فنقول ماشي ماشي. انما تيجي تتعادل في القاهره او تخسر في القاهره، لا. ده بقى اللي بيعمل مشاكل وبيعمل ازمات في النادي الاهلي. وانا قلت لكم ان جمهور النادي الاهلي دايما متعود ان النادي الاهلي بيتعثر في دوري المجموعات، ولكن بيرجع بعد كده ياخد البطوله. قائمه النادي الاهلي طبعا هي فيها حاجه مفاجاه بالنسبه لي، وفيها حاجه انا كنت متوقعها مش مفاجاه بالنسبه لي. يعني قائمه مباراه النادي الاهلي لاستاد ابيجان طبعا موجود فيها حمزه علاء، آسف، موجود فيها محمد الشناوي، موجود مصطفى شوبير، اتنين حراس مرمى، موجود رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، عمر كمال، عبد الواحد يحيى، عطية الله، كريم الدبيس. كريم الدبيس وكمان موجود مروان عطية، إمام عاشور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عمر الساعي، موجود احمد نبيل كوكا، موجود طاهر محمد طاهر، موجود بيرسي تاو، موجود كهربا، موجود حسين الشحات، موجود قفشه، موجود عمرو السوليه. ديت قائمه النادي الاهلي. لكن اللغز بالنسبه لي بقى هو استبعاد استبعاد سمير محمد المهاجم الشاب. استبعاد سمير محمد المهاجم الشاب. طب انت راجل دلوقتي، يعني انا واحد من الناس مش عاجبني اداء كهربا، انا مش عاجبني اداء كهربا. مستر كولر نفسه بيفكر في التدريبات الجماعيه ان يبدا بطاهر محمد طاهر في مركز المهاجم. يعني مستر كولر بقاله يومين حيران وبيتشاور مع الكابتن سامي قمصان والجهاز الفني. بيقول لك طيب ما نلعب الواد كهربا مستواه تعبان، ما نلعب بيه طاهر محمد طاهر رأس حربة، ونحط بقى رضا سليم نديله فرصة، او نحط اسمه ايه بيرسي تاو نحطه جناح ونلعب بطاهر محمد طاهر. تقوم تستبعد، يعني انت ما عندكش غير اتنين مهاجمين، كهربا ومش نافع، وعندك سمير محمد مهاجم شاب، مهاجم شاب. فانت دلوقتي استبعدت سمير محمد من المباراة. طبعا استبعاد سمير محمد لغز بالنسبة لي، مش ان سمير محمد يعني رونالدو ولا حاجة، لا، بس لا. يعني انت ما عندكش مهاجمين، ليه ما نديش فرصة لسمير محمد؟ يعني ما كهربا بنجربه في كل مباراة، ما ندي سمير محمد ربع ساعة ولا نص ساعة. وبعدين ديت يعني المباراة، يعني هي مش مباراة سهلة، ولكن ما تقدرش تقول يعني ان هي مباراة بالصعوبة. لا، ما كان يبقى موجود سمير محمد معانا في المباراة كمان. النهاردة انت بتستبعد يوسف ايمن حافظ. خالد عبد الفتاح على فكرة موجود، عشان نسيت اقول اسمه في القائمة، يعني مش كاتب القائمة يعني. يوسف ايمن حافظ انت بتستبعده النهارده، وكنت مستبعده من مباراه الاتحاد السكندري، وحصل عندك اخطاء دفاعيه. حصل عندك اخطاء دفاعيه. يعني انت عندك هجمه واحده بس الاتحاد السكندري راح بيها على مرمى النادي الاهلي، سجلها هدف. في اخطاء دفاعيه. طيب انت يوسف ايمن حافظ ده ايه دنيته؟ ما انتش مقتنع بيه؟ هتمشيه؟ طب انت جبته. طب مين اللي جاب يوسف ايمن حافظ؟ طب هل هو ده مستوى يوسف ايمن حافظ؟ يعني اللي احنا شفناه ده مع النادي الاهلي هو مستوى يوسف ايمن حافظ اللي جاي بيلعب في منتخب قطر وبيلعب في الدحيل القطري؟ ده مستواه؟ طيب لو ده مستواه، انت جبته ليه؟ ولو ده مش مستواه، طب ما بندوش فرصة تانية ليه؟ ما بندوش فرصة تانية ليه؟ اللي بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعمل لايك. احنا قدامنا 10 دقايق او 5 دقايق وهنخلص. اللي بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعمل لايك. اعمل لايك وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ف يوسف ايمن حافظ لغز بالنسبه لي، او مش لغز، انا عارف ان الراجل مش مقتنع بيه، بس انت جبته ليه؟ يعني ايه انت لما مش مقتنع بيوسف ايمن حافظ جبته ليه النادي الاهلي؟ وهل ده مستوى؟ طب لو ده مستواه، لو ده مستوى يوسف ايمن حافظ، مش عارف. بس يعني صعب جدا ان يوسف ايمن حافظ